نبلش يومنا بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. شلونكم؟ عن إيش أخباركم؟ يا رب تكونون بخير. عيدكم مبارك ويا رب تكونوا بخير. طبعا اليوم ثاني يوم العيد، حبيت أنزلكم هاي الطريقة، طريقة السمون الحجري، طريقة مضبوطة 100 على 100. طبعا كل نحتاجه أول بداية نخلي غلاسين ماي، بعدها نخلي حاشوقة من الخميرة، هي الخميرة الفورية مالت العجين طبعا، ونخلي برا حاشوقة وحدة شكر ونص حاشوقة ملح، ونبدأ نخلط به. بعدين من نخلص نخلي كيلو طحين صفر. طبعا بعد ما نخلي الطحين نبدأ نعجن بالعجينة مالت السمون. طبعا هي كل سهل السمون الحجري، وأنا بفيدهم نزلت طريقة تعمل السمون الكهربائي، هم موجودة تلقونه بالقناة، راح أخلي لكم الرابط ماله بالوصف. شوفوا طريقة جدا سهلة وبسيطة، يعني ما تكلفكم هواي، مكونات متوفرة بكل منزل. طبعا هباي بعد ما أجت العجينة أخليها تختمر، نشوف ربع ساعة ونص ساعة أخليها تختمر العجينة وترتاح. بعد ما تختمر ببدأ أشكلها على شكل سمون. طبعا هباي التفاعل بالقناة كلش نازل، أتمنى من عندكم الدعم واللايك. أنا جديد على اليوتيوب، أتمنى من عندكم اللايك والاشتراك والتعليق الحلو بقناتي على مود استمر وياكم بيومياتي. ثانية قناتي عبارة عن طبخ، فلوكات، يوميات، روتينات، يعني مختلفة الأنواع، كل شي بيفي. أتمنى من عندكم الدعم. هنا بعد ما اختمت العجينة راح أبدأ أشكلها على شكل شنق أو دهامي هيجي. بعدين همين نخليهن يرتاحن شوية. طبعا بعد ما شكلين بهاي الطريقة، طبعا حبايب السمون نحتاج للاختمار، يعني تعجنون العجينة يريد اختمار، يعني تختمر العجينة، من تشكلونها عجينة للسمون يصير على شكل دامة، هم يريد من عندكم اختمار. طبعا بعد ما خلصت من التشكيلية راح أفرتن بهذا الشكل اللي قاعد تشوفونه هسه قدامكم. أول بداية راح أفرتن هيجي، وبعدين همين راح أفرتنا مرة ثانية، يعني السمون يمر بمراحل عديدة. طبعا حبايب بالأوفن ما يصيرن، يعني ما نجحن عندكم ذاك النجاح الزايد بالأوفن، يصيرن بالتنور الكهربائي. إذا عندكم تنور كهربائي يسوون هاي الطريقة ينجح عدين ويصير عبالك يعني مشتر، ما عبالك إنه مسوياته. طبعا حبايب راح أنا أشوي بالتنور الكهربائي. تمام عيني. بعد ما شكلت بهذا الطريقة، شوفون مثل ما جاي تشوفون، أبدأ أشكله حاليا ما شكله يعني قلت لكم السمون راح يمر بمراحل. شوف بعد ما خلصت من بارتين توني بدي أشوف شلون أكبر بيهن بهاي الطريقة. هسه راح أوريكم طريقة شلون أفرد بيهن. فهبا شو مثل ما تشوفون أجيب السمون بهاي الطريقة وأبدي أفرد بيه على شكل السمون الحجري. طبعا هبا مثل ما تشوفون هاي الطريقة قدامكم شلون بديت أفرد بيهن بهاي الطريقة على شكل السمون. وبعد ما أفردهن وخلص من تشكيلهن، طبعا ما دخلهم بسرعة الأوفر، لا، طبعا خليني يختمرن حوالي 5 دقايق، يعني خليني يرتاحن الأجيال بعد ما شكلتهن. وهم راح شلون يختمرن عندكم، يعني هم راح يشوفون فرق بعد ما تخلون يرتاحن، وش قد ما تخلون يرتاحن يعني عادي ما أكو فرق. بعد ما شكلهن خليني يرتاحن وحطين فوقان، ما خلي الهواء يطق عليهن أو شي. المروحة لازم طافيت لأن الهواء يمنع أو شي راح يبسن. يقطين وخلين يرتاحن. بهاي الأثناء أحمي التنور. شوف طبعا التنور لازم تكون حرارتي عالية جدا. شوفوا بهذا الشكل أبدي شوف شلون تنفخ. طبعا يعني بهاي الطريقة يصير عندنا صمون. التنور الكهربائي مثلا بيسمونه لازم تسجلون، مو كسافاتين كسافاتين حوالي شي دقيقتين افتحوه وشوفوا السمون شنو. تمام عيني تمام. شوف بهاي الطريقة تعال خلي الثلاثة وشوفوا السمون شلون يطلع. طبعا النتيجة قدامكم وانتم تحكمون، عينك ميزانك. تمام عيني تمام. بهذا الشكل صار عندنا السمون. تمام حبايب قلبي، لا تنسوني من اللايك والاشتراك والتعليق الحلو. طبعا هنا أنا لبست
هاي الوسطى ورقم سلطة، مثل ما تشوفون البخار مال التنور حار جدا يحرق اليد، ما أقدر أمد ايدي من البخار مالته. لا تنسوني من اللايك والاشتراك والتعليق الحلو. أشوفكم في فيديو جديد، ويا رب فيديوهاتي تعجبكم وتنال إعجابكم. تمام، أنا وأهم شي تفاعلكم وياي على مود استمر بيوميات بلغتي. إن شاء الله باكر أو عقبه أنزلكم فيوق العيد. تمام حبايب قلبي، تمام. أشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة، باي باي. مشاهدة ممتعة للفيديو.